مساء الخير عليكم يا احلى كسيبه في الدنيا، ومعادنا مع حلقه جديده. زي كل مره بنتكلم عن موضوعات شيقه جدا، بنتكلم عن امور كلنا محتاجين نتعلمها ونفهم ازاي نتعامل معاها. النهارده موضوع حلقتنا هنتكلم عن التعويم، ويعني ايه تعويم، ويعني ايه تعويم للعمله، ويعني ايه تاثيره على حياتنا، وازاي نتصرف مع حاجه اسمها تعويم للعمله، وازاي نقدر نغير من حياتنا انها تقدر تأدابت او نغير جلدنا عشان تتأقلم مع النوع ده من الحياة، وكيفية التعامل مع الظروف اللي احنا بنمر بيها في البلد، وازاي يزداد مستوى وعينا وفكرنا ان احنا نعرف نتعامل مع الامور الاقتصادية والمشاكل الاقتصادية ونستوعبها ونفهمها. النهاردة هنقسم الموضوع لثلاث اجزاء اساسية. اولا هنفهم يعني ايه تعويم، وايه تداعياته، وايه مفهومه. وتاني نقطة هنتكلم فيها هي ازاي ده هيأثر على حياتنا. وتالت نقطة ازاي نعرف نتصرف مع النوع ده من الظروف او من المواقف الاقتصادية اللي محتاجة مننا وعي وادراك وكيفية تعامل معاها. اول حاجة هنتكلم فيها هو مفهوم التعويم للعملة. يعني ايه تعويم؟ تعويم هو ترك عملتك قيمتها تتحدد على حسب العرض والطلب، مش على حسب اللي البنك المركزي بيحدده داخل الدولة. يعني ايه الكلام المجعلص ده؟ الكلام ده معناه انه كل شيء بيتم في الدنيا بيتحدد قيمته بناء على العرض والطلب. كان في عالم جليل كده عمل اهم حاجات في علم الاقتصاد اسمه آدم سميث. آدم سميث ده عالم خلق نظرية اسمها اليد الخفية او الانفيزبل هاند. الايد الخفية دي ايد بتخش جوه اي سوق في اي دولة في اي اقتصاد في العالم، تظبط عملية العرض والطلب وتعمل توازن ما بينهم وتخلق القيمة السعرية بتاعت الامر اللي مربوط بعملية العرض والطلب على الامر ده. كلام شوية للي مش دارس اقتصاد هيبقى مجعلص شوية او مش مفهوم، ولكن انا عايز ابسطه لكم. خلينا نتخيل ان في ايد خفية بتخش كده جوه السوق او ما بين شخصين وتظبط وتحل ما بينهم عشان ترضي كل واحد بشكل بسيط ومبسط جدا ليكم. نفس القصة دي بتحصل في جميع الاسواق وجميع الاقتصادات وجميع اسعار العملات، الا العملات اللي بيتم دعمها من الدول، وهو في 3 أنظمة بيتحدد عليهم سعر العملة داخل الدولة. نظام اسمه الفيكست اكسشينج ريت، وهو نظام سعر الصرف المحدد، وده بيتم دعمه وتحديده من البنوك المركزية من دول معينة اللي دايما بيبقى عندها احتياطي نقد أجنبي كبير، فتقدر تدعم عملتها في حالة ان العملة بتاعتها انخفضت عشان تحافظ على السعر الثابت اللي حدده البنك المركزي. ودي كانت سياسة مصر على مدار سنوات طويلة جدا قبل كده، وسياسات لدول كتيرة زي دول الخليج. هنلاقي ان سعر العملة فيها ثابت على وقت طويل جدا، بغض النظر الدول دي العملات بتاعتها اتأثرت سلبا او ايجابا بتفضل ثابتة قصاد الدولار. وده نظام اسمه النظام الثابت او الموحد. وفي نظام تاني اسمه سيمي فيكست اكسشينج ريت، وهو نظام ثابت ولكن نص نص. يعني الدولة بتقعد تغير شوية في أسعار العملة وتثبتها بناء على كمية احتياطي العملات الأجنبية اللي عندها، وبتحدد سعر عملتها وبتتحكم فيها بنفسها، مش بناء على العرض والطلب ولكن بناء على رؤية اقتصادية من وزراء الاقتصاد ومحللين الاقتصاديين والبنوك المركزية. وفي نظام ثالث اسمه نظام التعويم الشامل، وهو ان البنوك المركزية لا تتدخل في تحديد سعر العملة وتتركه تماما لعملية العرض والطلب، وسعره يتحدد بناء على هذا الأمر بغض النظر أنا معايا قد إيه احتياطي، ولا بدعم العملة بتاعتي ولا بتدخل فيها، بسيبها للناس هي اللي تحدد تسوى كام. واللي بيقلل قيمة العملة هو عدم توفر العملة الأجنبية اللي قصاد عملتك زي الجنيه. عدم توفر الدولار واليورو جوه البلد هيعلي قيمة الدولار واليورو ويقلل ويخفض من قيمة عملتك، وبالتالي العرض والطلب هيبقى العرض قليل بتاع العملة الأجنبية والطلب عليه عالي، فبالتالي سعر العملة الأجنبية بيرتفع وقيمة عملتك بتنخفض. والعكس صحيح،
لو دولتنا دخل لها اموال من عملات اجنبيه بحجم ضخم، فبالتالي هيبقى في وفره في السوق، فبالتالي قيمه عملتنا هترتفع، لانه المعروض من العملات الاجنبيه هيبقى كتير والطلب هو، فبالتالي قيمه عملتك هترتفع وقيمه العملات الاجنبيه قصاد عملتك هينخفض. وده ترك العمله تماما لعمليه العرض والطلب. وده تبسيط للي بيحصل في مصر، هي ان مصر كانت ماشيه على نظام فيكست اكسشينج ريت، وهو نظام ثابت وموحد، ثم انتقلت شويه لنظام اللي هو النص نص زي ما قلنا، اللي هو السيمي فيكست اكسشينج ريت، وبعد كده بننتقل تدريجي لعمليه التعويم الكامل اللي لن يتدخل البنك المركزي في تحديد سعر الجنيه ولا يجي جنبه، ويسيبوا لعمليه العرض والطلب تماما. وده اللي احنا عمالين نشوفه عمال يحصل، ما بين ان العمله ارتفعت في 2016 طلعت ل 15 و16 و17 جنيه ول 18 كمان وال 20، ثم رجعت انخفضت لحدود ال 15 جنيه لمده 3 4 سنين، ثم رجعت ارتفعت تاني في شهر 2 اللي فات، وصلت لحد 18 او 19 جنيه من 15، ثم نطت نطه كمان من 3 شهور وصلت لحوالي 24 ل 25 جنيه، واحتمال كبير طبقا للمحللين الاقتصاديين انه يحصل عمليه انخفاض مره تانيه لعملتنا وارتفاع للعملات الاجنبيه، ويوصل الجنيه قصاد الدولار ل 28 او ل 30. طيب احنا كده خلصنا وفهمنا يعني ايه سعر العملة، يعني ايه تعويم، يعني ايه سعر الصرف ثابت، يعني ايه نصف ثابت، يعني ايه تعويم شامل، وايه اللي بيحصل. طيب تاني نقطة هنتكلم عليها هي ازاي نقدر نفهم ونتعامل مع الامر ده، او ازاي ده هيأثر جوه حياتنا التعويم ده، وازاي هيغير لنا من مفهومنا في حياتنا اليومية. اولا ان قيمة عملتك تنخفض ده شيء هيأثر عليك بالسلب، وخلينا نكون صراحة فيه، هيأثر عليك بالسلب بانك هتحس ان انت افقر، لان القوة الشرائية بتاعت عملتك هيبقى اضعف، فبالتالي الحاجات اللي هتعرف تشتريها هتبقى اقل، لان الاسعار في السوق هترتفع، وهو ده مشكلة انخفاض سعر العملة. والعكس صحيح، لو انخفضت دلوقتي شويه ثم ارتفعت عملتك بعد كده، هيحصل ان انت هتحس بقوه شرائيه اعلى، واسعار المنتجات عاده بينخفض، لان كل حاجه او معظم الحاجات مربوطه بسعر الدولار. فلو كنت بتشتري منتج معين سعره كان دولار، الناس مستورد بيجيبه بدولار وبيبيعه في السوق ب 2 دولار بعد الجمرك وربحه وتوزيعه وكل حاجه، فال 2 دولار لما كانت ب 15 جنيه كان سعر المنتج ده بيتباع ب 30 جنيه. لو الدولار الواحد بقى ب 30 سعر المنتج ده هيبقى ب 60 جنيه. فبالتالي انت لو دخلك هو هيأثر عليك اللي بيحصل ده في انك مش هتعرف تشتري المنتج ده غير لما تدفع ضعف سعره. فبالتالي لو دخلك هو هتحس ان انت افتقرت بنسبة 50%، لانك لن تستطيع شراء نفس الامر اللي كنت بتشتريه بنفس سعره السابق. فلو ما علتش من مستوى دخلك ومن الاموال اللي بتجيلك، فبالتالي انت هتحس بانك بتفتقر، بتحس ان انت غير قادر على ان انت تعمل نفس الامور اللي كنت بتعملها قبل كده، هتحس ان انت غير قادر على التواكب مع اللي بيحصل، لانك مش مدرك ايه اللي بيحصل، بس شايف الدنيا بتغلى وانت مش عارف تتعامل مع الامر ده بطريقة صحيحة. فبالتالي التأثير بتاع التعويم ليه تأثيرات ايجابية وليه تأثيرات سلبية. خلينا نتكلم على السلبيات الاول ونخش في الايجابيات. زي ما قلت لكم، من اهم السلبيات انك لو دخلك هو هتحس ان انت افتقرت بنفس نسبة انخفاض العملة او اقل شوية، علشان قوتك الشرائية هتضعف ومش هتقدر تشتري نفس اللي كنت تقدر تشتريه قبل كده، لان قيمة عملتك انخفضت. تاني حاجة، هتلاقي شح في المنتجات، لانه في عدم وفرة في الدولار او العملة الاجنبية، فبالتالي المستوردين هيبقوا غير قادرين على ان هم يجيبوا نفس المنتجات اللي كانت بتيجي قبل كده، لانها لن تتناسب مع السوق، لان اسعارها ارتفعت جدا وعندهم صعوبة في الحصول على العملة الاجنبية، فبالتالي حجم الاستيراد هيقل جدا. فهتلاقي حاجات كتير من اللي كنت بتشتريها لو كانت متاحة في كل حتة، هتلاقيها بقى فيها ندرة وبقت اولموست او مش موجودة خالص في السوق، بسبب ابتعاد المستوردين عن ان هم يجيبوها، او ان هم هيواجهوا مشكلة وصعوبة في ان هم يجيبوا الاشياء دي داخل البلد مرة تانية. فكده في حاجتين اساسيتين هنتضرر منهم، وهو ضعف قوتنا الشرائية، وان المنتجات هترتفع سعرها،
وان في سلع كتير هنلاقيها اختفت من السوق لان هيبقى في صعوبه شديده في استيراد الاشياء دي، وفي ان سعرها هيبقى مبالغ فيه في السوق، فالمستوردين هيبعدوا عنها ومش هيجيبوها. طيب خلينا نتكلم على الايجابيات. الايجابيات هي ان انت هيبقى عندك فرصه كبيره جدا انك تصدر اي شيء. دولتك هيبقى سعرها مغري جدا للاجانب لانك هيشوفوا الدوله انها ارخص بكتير، فبالتالي هيبقى فيه فرصه كبيره جدا للمستثمرين الاجانب ان هم يخشوا جوه الدوله ويضخوا اموال، لان هيبقى فيه فرصه بالنسبه لهم ان الدولار اللي معاهم هيجيب لهم فلوس كتير جوه الدوله اللي احنا فيها، واسعار منتجاتنا هيبقى نوعا ما منخفض جدا مقارنه بالسعر اللي كان عليه من قبل، فبالتالي هيحمسهم ان هم يستوردوا من عندك كدوله لان اسعارك منخفضه جدا قصاد الدولار، فهيديلك فرصه كبيره كدوله انك تصدر اكتر. هيدي لك فرصه كبيره كدوله انك تزود اعداد السياح بتاعتك، لانك هتبقى دوله ارخص بكتير مما كنت عليه، لان بقى السايح ال1000 دولار يقدروا يجيبوا له اشياء اكتر او يقدر يقعد مده اطول جوه دولتك عن الفتره السابقه، لان بقت قيمه عملتك اقل بكتير، فبتسبب رواج سياحي في ان الناس تقدر تجيلك. هتلاقي ان في فرص كبيرة جدا للناس اللي بتشتغل في الخارج على انها تحول اموالها لمصر وتشتري بيها عقارات او اراضي او اي حاجة، لان بقى السعر العملة اللي معاه بيجيب له فلوس مصري كتير، فهيحصل غلاء في الاسعار، ولكن ستيل الغلاء ده مش هيوصل لمرحلة نفس انخفاض العملة، لانه في حاجات مش مربوطة 100% بسعر الدولار، فبالتالي لو العقارات ارتفعت 20-30% هو قيمة فلوسه ارتفعت 100%، فهيحس بانخفاض في سعر العقار والأراضي وحاجات كتير مش مربوطة بسعر الدولار، فهيحول فلوسه ويشتريها، فهيجيب للدولة موارد دولارية أعلى بكتير. فبالتالي دي الأمور الأساسية اللي هتأثر على المجتمع في عملية الإيجابيات والسلبيات من التعويم الشامل وانخفاض سعر عملتنا. خلينا نخش في ثالث نقطة، وهي كيفية التعامل مع الموقف ده، وازاي اقدر اغير جلدي واتأقلم مع الظروف دي بأقل خسائر ممكنة. طيب اول حاجة، مع اي تعويم بتزداد الصعوبة على حياتك. لو انخفضت عملتك انت بتحس زي ما قلنا بانك قوتك الشرائية اضعف، بتحس ان انت غير قادر على ان انت تجيب الاشياء اللي كنت بترغب فيها او بتجيبها بصفة مستديمة، فبالتالي عليك رقم 1 انك تعدد من مصادر دخلك. تحاول تشتغل شغلانتين و3، تموت نفسك. الوقت ده وقت حرب نفسية مع كل شخص، ما ينفعش تبقى بتشتغل 7-8 ساعات في اليوم ومكتفي بده، مش هتعرف تلاحق على الحياة ولا مصروفاتها. فبالتالي لازم تفهم ان عليك تشتغل قد ضعف او 2 اللي كنت بتشتغله، لانك محتاج تعلي من دخلك عشان تتأقلم مع غلاء الاسعار اللي هيحصل. تاني نقطة، لازم تبحث بأي طريقة كان عن دخل بالدولار أو بأي عملة أجنبية، لأنه ده ضروري جدا 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 في الفترة الحالية، إنك تبحث عن دخل بالعملة الأجنبية، لأن هو ده الحل الوحيد أو واحد من أهم الحلول اللي هيساعدك إنك تتواكب مع الظروف اللي بتمر بيها. فتتعلم إزاي تقدر تعمل ديزاين وتبيعه لناس بره اجانب او ناس بتتعامل بتدور على ديزاينرز يشتغلوا من مصر وتديهم فلوس بالدولار. تعمل تشانل على اليوتيوب وتبتدي تطلع دخل بالعمله وتتكلم عن مواضيع شيقه الناس تتابعها. تحاول ان انت تصنع منتجات صغيره وتسوق لها في الخليج او في اي دوله اوروبيه او تبيعها على امازون. تحاول تعمل كورسات في حاجه معينه انت متخصص فيها وتحاول تبيعها للناس خارج مصر عشان تاخد فلوس بالعمله الاجنبيه. تحاول تفكر بره الصندوق، تحاول طول الوقت تشغل عقلك ازاي اخلق دخل بالعملة الأجنبية، لأنه لو ما عملتش كده انت هتواجه صعوبة جدا في حياتك بسبب انخفاض عملتك، ولو فضل نفس الفلوس اللي بتاخدها تطلع لك هتحس ان انت افتقرت جامد جدا. فبالتالي لازم تعدد مصادر دخلك وتشتغل كذا شغلانة وتحاول تطور من مهاراتك، انك تحاول تستفيد بانك تجيب دخل بالعملة الأجنبية من أي شيء، سواء خدمة أو منتج تعرف تقدمهم، سواء تبيعها أو تقدم بيها خدمات للخارج فالناس تدفع لك بالعملة الأجنبية، سواء بالدولار أو اليورو أو الريال أو أيا كانت العملة إيه، علشان تقدر تزود بيها من دخلك بالعملة فيساعدك إنك تتواكب مع الحياة. تالت حاجة هو إنك تعرف إزاي تقنن من مصروفاتك في الأشياء اللي ملهاش لازمة. يعني لو أنت واحد بتشرب سجاير
حاول تقطعها، لانها انت محتاج كل جنيه بتاعها. لو بتجيب لبس كل شويه تقلل من مصروفك في اللبس. لو بتسافر كتير تقلل من سفرك. تحاول دايما تأدابت او تغير جلدك على اللي موجود عشان تعرف تعيش وتتأقلم مع الظروف اللي انت فيها. فترة صعبة بتمر على العالم كله وبتأثر علينا بالسلب، ولكن ان شاء الله هنخرج منها، ان شاء الله هنعدي منها ونبقى افضل. ولكن علينا ان احنا نعيش جوه الظروف دي ونفهمها وازاي نتواكب معاها ونطلع منها بأقل خسائر، بل بالعكس ممكن نستفيد منها كمان وما تأثرش علينا بشكل سلبي. خليني اقول لكم نقطة أخيرة علشان ألم لكم بيها الحلقة، ويا رب تكونوا فعلا استوعبتوا كل كلمة بنقولها. انك تعيش في ظروف اقتصادية صعبة ده شيء وارد وبيحصل في كل حتة في العالم، زي اللي حصل في امريكا سنة 2008، زي اللي حصل في دبي في نفس السنة، زي اللي حصل في دول كتيرة في العالم، في فنزويلا، في الارجنتين، في البرازيل، في دول كتير جدا. ولكن عليك ان انت تكون واحد ذكي وتتأقلم مع الظروف وتحاول تستفيد منها. سنة 2023 اللي هي كمان شهر دي، العالم كله متوقع ان احنا هنمر بمرحلة ريسيشن او مرحلة تجمد كده اقتصادي. محدش هتلاقي عملية شراء وبيع، ضعيفة جدا، هتلاقي الحركة الاقتصادية بطيئة جدا. فعلينا ان احنا نكون مبدعين، علينا ان احنا نبذل قصارى جهدنا بان احنا نحافظ على حياتنا ونتطور ونحاول نطور من امكانياتنا، ان احنا نفهم اللي بيحصل حوالينا ونستفيد ونحاول نزود من دخلنا. لانك لو ما عملتش كده انت هتخسر كتير جدا وهتلاقي نفسك مش عارف تتواكب مع ظروف الحياة، وده هيدمرك وهيدمر اسرتك وهيدمر اولادك لو ما عرفتش تتأقلم مع الظروف اللي انت فيها. لو جالك فرصة تسافر تشتغل بره وتحقق دخل بالعملة، اجري واعمل كده، لان دولتك كمان هتستفيد من ان انت تبقى من المصريين اللي عاملين بالخارج. ولو جالك فرصة من جوه مصر انك تشتغل في حاجات وتطلع بيها دخل بالعملة، اعمل كده. ولو جالك فرصة تعمل اي شيء تعلي بيه دخلك، اعمل كده. الفترة دي مش عايزة لعب، مش عايزة تهريج ومش عايزة دلع، عايزة رجالة وعايزة ناس بتحارب انها تحسن من مستوى حياتها. ربنا معاكم يا رب، ويا رب تكون الحلقة دي فادتكم وعلمتكم اللي بيحصل، وحاولت نوعا ما تشرح لكم الامور بتفاصيلها عشان تعرفوا تتواجبوا مع الظروف، وربنا يصلح حالنا جميعا. ربنا معاكم يا رب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة، تسيبوا لي كومنتات تحت على الحلقة وعاوزين تسمعوا ايه عن الحلقات الجاية. ربنا معاكم يا رب. مع السلامة.